عزيزي البرشلوني افرح، عزيزي البرشلوني اسعد، عزيزي البرشلوني قوم زقف وطبل وغني، لانك لو ما بتعرف انت ما حققت لقب. لا امورك طيب يعني انت فاهم؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ولكن لازم تفرح لانه رسميا كبير عشاق البارسا اللي هو بسروال رجع يشجع الفريق لمدة 5 أسابيع، طار منهم 3 أسابيع ضايل أسبوعين. والله يا شباب الوضع فيطي. في حال رجع لابورتا، السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه، والعاشقون يغيرون من يعشقون. في حال ما اجى برشلونه، في حال ما رجع لابورتا، فرسميا انا معاكم، لاني عارف ممكن نتبهدل السنه هاي وممكن نتبهدل السنه اللي بعدها، ولكن الرئيس الجديد راح يجي يغير من منظومة وبناء الفريق الذي يعتمد على لاعبين ونصير أقوياء. نتمنى عدم عودة لابورتا، لأنه أنا يعني بدي أرجع أشجع فريقي اللي راح أبلش فيه بتوقعات دوري أبطال أوروبا، دور ال16 ودور الثمانية ودور الأربعة والنهائي. اليوم راح نعرف مين هو البطل، وحسب يعني خبرتي في مجال كرة القدم من لما صرت لاعب واعتزلت شوي، يعني أنا بس معتزل شوي، يعني ممكن أرجع، خبرتي زادت في كرة القدم وممكن أعرف التفاصيل، وتوقعاتي أغلبها صحيحة. فجاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اللايك والشير، إذا وصلك إشعار، إذا اليوتيوب وصل لك إشعار في رمضان، لأنه اليوتيوب بخفف إشعاراتي في رمضان عشان الناس ما تدخل تحضر، لأنه في إعلانات كتير على الفيديوهات، ففي مصاري إلنا كتير. مسوي ذكي اليوتيوب، ما بيعرف انه فجأة ممكن نسحب عليه. استغفر الله العظيم، اللهم اني صائم. ايش تطخوا يعني هيك، يعني بفطر يا ابن قليل المروءة. يلا هاي مسبات رمضانية. جاهزين اعزائي المتابعين؟ بسم الله ونبلش في مسار كوكب زمردة اللي مليان ما شاء الله أندية، يعني كلهم صفر كألقاب دوري أبطال أوروبا، إلا برشلونة معاه 5. يعني مع احترامي للأسماء، يعني مع احترامي عنف اتلتيكو مدريد وعنف ارسنال، لكن هم بوصلوا لمرحله بيقلبوا عن جد فتيات القوه، حتى فتيات بدون قوه ما بطلوا يعرفوا يلعبوا، خصوصا اتلتيكو مدريد والارسنال. ولكن حنبلش في فريقي ونيوكاسل. هل ممكن تتوقع اني انا راح تاخذني العاطفه؟ راح اخلي هاي تاخذني بالعاطفه، بس هاي ان شاء الله نقدر نتجاوز نيوكاسل ان شاء الله. طبعا الموضوع صعب، هاي ناخذها من عندي مشجع برشلونة لمدة 5 أسابيع، صعب. انت برشلونة عندك بدون ديونج اذا بيشتغل بدري بنصاب، بدري اذا بيشتغل ديونج بنصاب، هذول اللي بيشتغلوا وجافي بنصاب، غارسيا مش عارف. الوضع سيء في برشلونة، فريقنا يا اخوان اذا بنصاب لاعب من الركائز الاساسية زي رافينيا وبيدري، ممكن غارسيا، يعطيك الف عافيه. احنا ما عندنا خط دفاع طبعا، فكيف بدك تواجه نيوكاسل اللي اصلا لعب ضدك كان ند صعب؟ توقع فازوا علينا صح في دور المجموعات، ولعبوا علينا موضوع كسر التسلل. فهاي راح اخذها عاطفه، هاي بس الوحيده اللي راح اخذها عاطفه. برشلونه الى دور الثمانيه. اتلتيكو مدريد توتنهام. اتلتيكو مدريد بالنسبه لي يوازي قوه باريس سان جيرمان وارسنال وبايرن ميونخ، الانديه اللي حرفيا عندها دكه ولاعبتها عندها اسماء وعندها دكه. بس مشكلة اتلتيكو مدريد إذا واجه فريق ضعيف زي توتنهام، فريق مش كبير، مع احترامي يعني توتنهام، يعني اللي بيقول لي فريق كبير، يعني أنا أصلا ما بعرف إيش محطوط مع التوب 6، يمكن لأنه كان بيلعب معهم هاري كين بس لأنه إنجليزي فحاطينهم هيك واسطة توب 6. توتنهام مش فريق كبير فهاي مشكلة على اتلتيكو مدريد، لما يواجه فريق كبير اتلتيكو مدريد بكون الند بالند، وخصوصا إذا كان نادي إنجليزي. بس حسب الأسماء وحسب الدنيا كيف صايره، توتنهام مدرب جديد، مغير مدرب جديد، يعني ما في اي عذر لاتلتيكو مدريد انه يخسر. انا بشوف اصلا اتلتيكو مدريد ممكن يوصل للنهائي، بس هي هاي التياس اللي بتيجي اخر الدقائق، اللي فجاه سيميوني بصير وضيع واللعيبه بتصير وضيعه. راح ارشح اتلتيكو مدريد، يعني برشلونه واتلتيكو مدريد دور الثمانيه. روح بودو جليمط بالفورمه. سبورتنج لشبونه ما شاء الله ماشي في خط مستقيم وكويس، ولكن راح اروح مع بودو جليمط لانه عن جد اون فاير، مولع. بودو جليمط راح يروح على دور الثمانية. بقى ليفركوزن وارسنال. ليفركوزن اصلا ما بحسه هسه الفريق المنافس القوي، فراح اروح مع الارسنال، مش لقوة الارسنال، هسه الارسنال قوي، احنا ما اختلفنا، بس وضيع. الاخوان ركزوا لي على كلمة قوي وضيع، عن ضعيف
ذو شخصية. هذيك المرة بحضر مباراة ليوفنتوس والإنتر، كانت يمكن 2015-2016. يوفنتوس كان في الحقبة بتاعته، إنتر مسح الأرض في يوفنتوس، طيخ عرضات، تصديات، طع. يوفنتوس راح هجم هجمتين سجل جولين. كان وقتها يوفنتوس عنده شخصية، اللعيبة الفريق كله. فهاي هي الفكرة، إنه الأرسنال ما عندوش شخصية. أنا هذا اللي بحكي فيه. أرسنال وبودو جليمط، مين اللي راح يفوز؟ والله إنها صعبة على الأرسنال، وبودو جليمط ممكن يعملها، بس راح أخذ بظروف إنه بودو جليمط قدموا الماكس عندهم قدام سبورتنج لشبونة. ممكن لعيبة تنصاب، ممكن لعيبة يكون معها أصفر كذا، هاي الأجواء، فما بتعرف شو الظروف اللي ممكن تصير. ولكن حسب معرفتي بودو جليمط نار وفريق محترم. ترى يعني يا اخوان، بودو جليمط ما تأهل، فاز في الملحق 1-0 وعض، راح صف الباص ويلا اهجم علي انتر. مسح الارض في انتر، وقبلها مسح الارض في السيتي، وقبلها مسح الارض في اتلتيكو مدريد. فبودو جليمط مع احترامي لاسمه، بس يعني هو اصلا ما لازم يكون هون، بس بودو جليمط اون فاير. ارسنال ولا بودو جليمط؟ راح اروح مع الطبيعي اللي هو حسب قراءتنا، حسب الدكه، حسب الكذا، راح اروح مع ارسنال. هسه بدنا نشوف اتلتيكو مدريد وبرشلونه. اذا واجهنا سيميوني بالشخصيه الوضيعه فبرشلونه بيفوز، اي فريق ممكن يفوز. لكن اذا واجهنا، لانه اوبلاك طلع قال، انتقد الفريق، قال احنا قاعدين بنختار المباريات اللي احنا نفوز فيها، المباريات الثانيه احنا يعني بنخسرها بايدينا. فهل راح يكون في التوب؟ انا بشوف انه سيميوني بما انه غالبا اخر موسم له لازم يعمل اشي، لازم يودع، واتوقع انها حتبتسم له، لانه سيميوني مع اتلتيكو مدريد عامل استقرار من سنين طويله وعنده اسماء، والله عنده اسماء. فاتلتيكو مدريد هو اللي راح يفوز على برشلونه للاسف يا اخوان. نعم، هذا لقمان يا اخوان نار الولد، وانا بشوفه انه القطعه الناقصه في اتلتيكو مدريد. فبشوف اتلتيكو مدريد للاسف راح يطلع برشلونه. باي باي برشلونه، قادمون يا اوروبا للمره المليون. ما راح تفلح وانت فريقك مبني بهاي الطريقه. لازم فريقك اذا طار واحد اللي يجي يسد مكانه. فريقك لازم يكون عنده دكه. طول ما دكتك اراوخو لن تفلح. طول ما انت بتهاجم وبتقدم لي الدفاع وكذا، اي مرتده بتنضرب. نو واي، ولا يمكن. هيني مشجع برشلوني لازم استغل الاسبوعين هذول واجي اصحح اخواننا العبساويين. اسمعوا مني، والله اسمعوا مني. اللي بصير في الفريق مسخره، اللي بصير في الفريق هذا قمه التخدير. ابر هاي ابر انه احنا قادمون يا اوروبا. هانز فيليك اجا، اوكي هانز فيليك بس عشان يجي بدك تجيب له دكه. ما حيجيب ابطال اوروبا وهم منافسين وكلهم جاهزين، دكه واساسيين وكل شيء معروف. حاليا اللي بيفوز لازم يكون عنده دكه. البدلاء هم اللي بيحسموا قاعدين المباريات. مين حيكون على النهايه، اتلتيكو مدريد ولا الارسنال؟ 1,000,000% خذوها من هون قبل النهائي باشهر. اتلتيكو مدريد في النهائي رسميا. ارسنال مين يعني؟ اوكي بمسك كره وكذا وهاي الاجواء، لكن اهدافه من الركنيات. اوكي هذا انا بعتمده تكتيك اسجل منه، بس انا المفروض اسجل غير ركنيات. نروح لوادي الذئاب، نروح لكوكب اكشن، نروح للعالم المفترس اللي على الشمال. هذول دوري ابطال اوروبا اصلا الكاس لازم يعني بس عملوه هيك، انه هنا ثقل، هنا اشي قوي، وهنا تحط الانديه الحبيب والله الدلوعه. باريس سان جيرمان وتشيلسي، اوه انتقام هاي، وعلنها لويس انريكي، قال في انتقام. وفي حارس تشيلسي قال انا بدي باريس عشان نثبت لهم انه احنا ما فزنا عليكم حظ. وحلو، حبيت اجواء التحديات يعني، والله سقف التحدي ارتفع. والله هاي مباراة صعبة، بس راح اروح مع المستقر اكثر، كونه تشيلسي غير مدربه، الفريقين عندهم دكة، الفريقين عندهم اسماء وكل شيء تمام. لكن راح اروح مع باريس سان جيرمان لانه اللي عنده لسه مستوحشين يعني. اوكي مستواهم متذبذب الفترة هاي يعني، خسروا من مستعمري سجل عليهم جول وكذا، بس ما اتوقع يعني لويس انريكي صارم، ما راح يخلي حدا يتخاذل. وطلع قال بتخاذل اخته يعني بوديها على المستشفى. فباريس سان جيرمان الى دور الثمن، ونقول باي باي لتشيلسي وبليل حدد. غلطة سراي وليفربول، ترى هاي هم صعبة. غلطة سراي والله اون فاير، واصلا تواجهوا في دور المجموعات ليفربول وغلطة سراي جلدهم لليفربول. ليفربول مش باحسن ايامه. شوف هسه غلطة سراي اون فاير،
وممكن الذهاب يكون لك اون فاير، بس في بعض اللحظات ممكن يتخاذل. يعني اليوفنتوس كان حيرجع عليه امور طيبه، وهذا هو يوفنتوس. اسماء اللي في نادي بودو جليمت اشهر منهم. راح اروح مع ليفربول، مع انه ما اتوقع. يعني شوفوا هاي هي 50-50. نروح لمدريد والسيتي، المواجهه المحببه، المواجهه التي تعودنا عليها، المواجهه التي تعتبر باب الحاره جزء رقم 15. المواجهه حسب القانون المكتوب دور السيتي يطلع ريال مدريد، ولكن احنا في عنا كلام لازم نحكيه. ريال مدريد بدون مبابي كويس، ريال مدريد بدون فينيسيوس كويس. طول ما هالمركز ما في اثنين مشلبين عليه امورهم طيبه، معناته ريال مدريد حيلعب براس حربه صريح واللي هو جارسيا. معناته ريال مدريد وضعه بالتوب. هذا ريال مدريد بدخل لك بينهي لك المباراه. السيتي مش باحسن ايامه، ولكن السيتي حاليا بدأ في مرحله الاستقرار في الاسماء الجديده. لكن فينيسيوس اذا بوكل اصفر في الذهاب، وغالبا او شو اللي غالبا انا وياك متاكدين انه حيوكل اصفر، متاكدين 100% حيغيب عن الاياب. ففينيسيوس عنصر مهم، ولكن ممكن تلعب في رودريجو على الجهه هاي، رودريجو كثير نار على الجهه هاي، تلعب في ابراهيم دياز غاد او كذا، والله صعب. لكن حسب القانون المكتوب هو دور السيتي. لكن هم هالمدريد يعني دائما عودنا مدريد على اختلاف الاجواء واعطائك سيناريوهات مجنونه، وهذا الشبل من ذاك الاسد اربيلوا معطيهم اللي هو يلا العب وربك بيسر. واتوقع هم حيعملوا كل إشي عشان فقط يخلوا اربيلوا اللي معطيهم راحتهم. يا اخوان كورتوا اقوى كافر بعد ابو جهل، اقوى كافر، اقوى كافر، يعني مش طبيعي. اسم الله العظيم مو طبيعي، صعبه. طب خلينا ننزل على اللي تحت هسه. اطلنطا بايرن ميونخ. اطلنطا فريق قوي مرتب ومتكتك، ولكن بايرن ميونخ اكثر استقرارا انا بشوفه بهاي الفرق كلياتها، وماشي من ورا اللي هو ما حدا داري، ما حدا شايف اوليسي شو بيعمل، ما حدا شايف الفريق. فانه ما في اضواء، يلا تعالوا انا هسه بقشكم كلكم وبطلع. فبايرن ميونخ اكيد يعني حيروح على دور الثمانيه. مدريد ولا السيتي؟ يا باي صعب صعب. ذهاب في مدريد، الاياب في الاتحاد. مدريد راح يتاهل لدور الثمانيه. نطلع لفوق. باريس سان جيرمان ضد ليفربول. باريس ليفربول ما حيطلع له براس. باريس سان جيرمان هو الذي سيتأهل لدور نصف النهائي. مدريد ولا البايرن؟ هنا سأسكت قليلا. شوف، أنا من جوا ما بحب أراهن على بايرن ميونخ أمام ريال مدريد. أنا سبب كرهي لبايرن ميونخ إنه أنا لما كنت برشلوني وراهن على إنه بايرن ميونخ نادي قوي، نادي عنيف جدا. يا إخوان في السنين اللي أنا كنت أشجع فيها برشلونة، بايرن ميونخ كان كثير طاغي، يروح يواجه ريال مدريد هيك يعمل. فانا نفسيا مش قادر اراهن على بايرن ميونخ قدام ريال مدريد، رغم انه بايرن ميونخ نار شرار كل شيء. هل اراهن على بايرن ميونخ للمره المليون وراح اندم؟ بدي اياكم انتو هذا الفيديو يتوثق، عشان في حال اتأهل ريال مدريد اطلع ابزق على بايرن ميونخ والشعار والنادي، وامسك التيشيرت، اظل تحدي هذا امسح فيه كل شوارع عمان. راح اراهن على بايرن ميونخ. حيخذلني ولا لا؟ مش حيخذلني لان انا بدي مدريد يطلع، بالعكس انا بدي مدريد طبعا مشاهدات. بايرن ميونخ في نصف النهائي ما لا يعنيني، ولكن مدريد في نصف النهائي يعنيني. هاي توقعات، حلقه توقعات كرويه منطقيه. انا زلمه مش قاعد بتهبل، زمان كنا نتهبل هسه ما بنتهبل. فبايرن ميونخ الى دور نصف النهائي بمواجهه باريس سان جيرمان. يحرق اختها الجاي يا زلمه. وزعوا الانديه خلينا نعرف نتوقع. باريس وبايرن. راح اروح مع بايرن ميونخ. هاي توقعات. النهائي الغير منتظر، اتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ. ساووا اعلنوها. اللقب الأول في تاريخ أتلتيكو مدريد وسيميوني هو هذا اللقب. أتلتيكو مدريد هو بطلاً. أنت عارف شو توقعت أتلتيكو مدريد على النهائي؟ حاسك راح يعني ما حتكون مضحكة. هي توقعات وليست تمنيات. تيجي للتمنيات أكيد بتمنى برشلونة يوصل للنهائي هو وريال مدريد. أولاً فريق وصل للنهائي، ثانياً المشاهدات مولعة، تاسعاً بدي برشلونة يفوز عشان النحس ينفك والحياة تصير حلوة، والسادسة عشان بعدها على طول تولع الأمور وتيجي السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والما بعد ريال مدريد. شو هذا الواحد يلحق والله يخرب بيتكم. فأتلتيكو مدريد هو البطل. إذا
غلطت غلطين اكتبوا لي العقاب اللي بدكم اياه، واكتبوا لي عقابات حلوه وممتعه اللي نقدر نصورها ونعمل لكم اياها فيديو على اليوتيوب. تكتب لي هسه كل 4 قرون فلفل، بمسك ال4 قرون بتعرف شو بسوي فيهم. اكتبوا لنا العقاب اللي بدكم اياه. شكرا لكم اعزائي المتابعين، لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعطوني عقاب اتجوز، والله بتجوز. شو هو الجيزه عقاب يا حمار؟